طول عمري اعرف ان المندي بيتعمل لحمة المندي او فراخ المندي بيستووا على البخار بتاع الرز. وده بصراحة اللي كان بيخوفني ان انا اعمل مندي لحمة على طول، كنت بعمل مندي فراخ بس، مع ان احنا من عشاقه يعني. فشفت الطريقة اللي انا نزلت لكم صورتها دي في الاول، هي كانت طريقة مكتوبة ما كانتش فيديو، فانا هعمل زيها بالظبط ونشوف بقى النتيجة كده مع بعض. حطت حتة من الزبدة كده او السمنة، وعليها بصلاية كبيرة واربع فصوص من الثوم مفرومين، والتوابل الصحيحة بقى ليمون مجفف وقرفة وورق لورا وحبهان وكبيبة صيني، التوابل بتاعت الكبسة يعني. وشوحتهم مع بعض كده، وبعدين جابت اللحمة، طبعا الكميات على حسب اعداد الاسرة. انا هنا عاملة نص كيلو لحمة. حطت عليهم هي التوابل ملح وفلفل وبابريكا وشوية من الكركم، ولو في زعفران ماشي، لو ما فيش مش مشكله، هو ما اثرش بالنسبه لي في الطعم خالص لان انا ما كانش عندي. وبعدين شوحتهم شويه كده مع البصل والتوابل. اول ما خدوا تشويحه حلوه كده، رحت نازله عليهم بالميه المغليه. ودي كانت الطريقه بصراحه اللي عجبتني، لان انا ما بفهمش في تقطيعه اللحمه، يعني احنا عموما مش بنفهم في تقطيعه اللحمه، فدايما كنا بنخاف ان اللحمه ما تستويش. فالطريقه دي طبعا مضمونه 100% ان اللحمه هتستوي، ومش هكون خايفه يعني ان اللحمه ما تكونش مستويه. اول ما اللحمه استوت بقى، والميه كده بتغلي، اللي هي الشوربه دي بقى طبعا فيها كل التوابل يعني طعمها رهيب. نزلت بقى فيها الرز، واول ما الرز خد غلوه كده وطيت النار على الاخر وسبته. الرز لما يستوي على نار هاديه كده بعد ما يغلي بيبقى مفرفر كده وحلو، فسبته براحته خالص يستوي على مهله. واول ما استوى بقى، طبعا اساس المندي التدخينه بقى دي، جبت فحمة وحطيتها كده ونزلت عليها بالزيت وغطيت بقى بسرعة، وسبتها بقى براحتها لغاية ما الدخان يعني بصوا خلص خالص مع نفسها، والتدخينة بقى تغلغلت كده في اللحمة والرز. وشفته هو لسه سخن بقى مولع. جيت اغرفه، عايزة اجرب بقى وادوق اشوفه هو حلو فعلا ولا ايه نظامه. غرفته بقى، وبصراحة ريحته كانت تحفة، يعني الريحة بس كانت جميلة جدا. نيجي بقى لمرحلة الذوق يا جماعة، عايزة اقول لكم انه بجد بجد تحفة جدا، يعني من احلى المندي اللي انا عملته، مفيش اي فرق خالص عن عن المندي اللي احنا بناكله بره يعني. بصوا بقولكم ان هو جبار، واللحمة كانت مستوية طبعا وجميلة جدا، فالطريقة كانت بالنسبة لي ناجحة جدا، واديها بصوا 200 من 10، مش 10 من 10 بس. الناس بقى اللي بتخاف ان اللحمة مستويش وبتحب المندي تجرب الطريقة دي. اعملوا لايك بقى للفيديو، واستنوني في تجارب تانية بقى كتير، واشوفكم على خير في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.